صور التقطتها كاميرا الشرطة لمئات المهاجرين يظهرون وهم يتحينون اللحظة الحاسمة قبل أن يتسلقوا الأسلاك الشائكة بين إسبانيا والمغرب. تملك إسبانيا مقاطعتين في المغرب هما سبتة ومليليا الواقعتين على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتشكل المدينتان أماكن جذب للمهاجرين الذين يتوقون إلى الوصول إلى أوروبا. ووفق تقديرات السلطات الإسبانية فإن 40,000 مهاجر ينتظرون العبور من المغرب إلى سبتة ومليليا، وقد غرق 15 مهاجرا خلال شهر شباط فبراير الماضي أثناء محاولة الدخول إلى مدينة سبتة. وتقول الشرطة المغربية أن نحو 500 مهاجرا من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا حاولوا في يوم واحد شق طريقهم إلى مليليا التي أصبحت واحدة من أكبر المعابر الحدودية غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وأنها اعتقلت نحو 250 منهم. بعضهم وبعد اجتياز كل هذه المخاطر يتنفس سعداء لأنه ما زال على قيد الحياة، غير أن البعض الآخر يصل في حالة صحية سيئة فيتلقى العلاج هناك، كما يتم ترحيل معظمهم إلى بلدانهم الأصلية. مخاطر الإصابة أو الإمساك به من قبل الشرطة لا يثني الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في المغرب بصورة غير شرعية من محاولة الوصول إلى إسبانيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. نبيها وطاس، BBC.